فاكر واحد ما هوش كان في منطقتنا قوي، كان راجل كبير سنة 68، كان له ابن في ثانوية عامة، وكان الولد متوقع انه يطلع الأول على وابنه الوحيد عنده بنتين وابنه. وبعدين ربنا افتكر الولد ده بالمرض، كان السرطان مش معروف قوي يعني. اللي مروا بظروف المرض وبالذات الكانسر معرفش، هو كان يحس ان فيهم سر، وان ربنا بيبعت المرض ده لغرض، رغم انهم مش من شعبنا. لو كان ابونا اما سمع راح يزور الناس دول ما يعرفهمش في المستشفى الامير، قعد معاهم اتكلم معاهم مدة طويلة، وبعدين قال لهم ايه ممكن اقعد معاها لوحده 5 دقايق؟ فقالوا له اتفضل. طلعوا كلهم بره الأوضة، هم في حالة مرة جدا. قعد مع الولد ساعة أو أكتر من ساعة. فحكى لي أبو الولد ده بعد الأزمنة يعني، قال لي بعد ما أبونا مشي، هو ما يعرفش أبونا، قال لي بعد ما أبونا قعد معاه الساعة دي دخلت على ابني، مش هو الولد، ابني اللي أنا مربيه، ابن عز ومتدلع يعني، يروح القداس الأولاني مرة كلها. فقال لي أنا دخلت على ابني لقيته، قال لي من الوقت ده لغاية لما اختاروا ربنا بعد شهر تقريبا من الزمن، الهدف بتاع الولد، الكلام، الروح متغير، بقت السما بالنسبة لي زي كما تكون شهوة. قال لي بس ده ابني وأنا عارفه. فالساعة دي يعني غيرت ملامح شخصية الولد وهدفه وروحه وعلاقته بالمسيح، شيء يعني مذهل. تصور في وقت قليل زي كده، والأول مرة يقابل وشاب قليل المعرفة، معرفش ايه اللي اتعمل في ساعة من الزمن بحيث انه يغير كيان انسان. دي قدرة بنعمة، لأن المسيح اللي بيكرز بيه هو كان المسيح اللي أحبه حتى الموت. بيكرز مش كلام ولا معلومات، ولكن إذا فتح باب المحبة للشخص إنه يحب المسيح فيحبه بعمق على حس اللي بيحبه هو، لأنه عايش. فالنفوس اللي كانت تدخل في ضيقات أو في اضطهاد أو في حزن كان مدخله إن حضور المسيح في الضيق، أنا شريك للمسيح، فبيتغير منهجها. فأثره في الشعب كان أثر عجيب، مش واعظ لكن رافع مستوى الإيمان على إيمان زي الصخر كده. أبو الولد يعني دخل بعمق في الكنيسة وفي الحياة مع الله، وبقى سبب انتقال الولد ده سبب بركة للعيلة وعائلات كثيرة جدا جدا، وتحولت حياتهم لحياة روحية يعني فائقة.